ازيك يا عزيزي البني ادم؟ وحشني جدا. والنهارده انا جاي لك بموضوع مهم جدا. انا عارف وانت عارف ان فكره القراءه ديت فكره تقيله علينا. القراءه بالنسبه لناس كتير قوي هي فكره صعبه وممله جدا. يمكن حتى في ناس كلمه القراءه ديت اصلا بالنسبه لهم كلمه ممله، فتخيل بقى القراءه نفسها بالذات لو هم مش متعودين عليها. يعني لو انت انسان مش متعود على اصلا فكره ان انت تقرا، فالقراءه هتكون صعبه جدا بالنسبه لك. بس انا بقى جاي اقول لك ان الموضوع مش كده خالص. القراءه مش لازم تكون حاجه معقده ولا حاجه تقيله، بالعكس القراءه ديت فن وعاده ممكن تغير حياتك بس لو فهمتها صح. وده يا عزيزي البني ادم فيديو من فيديوهات موضوع على الماشي. لو انت مهتم بموضوع النهارده فكمل الفيديو. انا يوسف علاء ويلا نبدا. تعالى نبدأ من الأول ونقول ليه القراءة أصلا فكرة صعبة أو ليه القراءة صعبة. خلينا واضحين إن في العالم بتاعنا النهاردة فالسوشيال ميديا والنت لما دخل علينا غير لنا أفكار كتير قوي وعادات كنا متعودين عليها بقت بالنسبة لنا دلوقتي صعبة. ومن ضمن العادات ديت وهي عادة القراءة. ما هو ما تجيش برضو الواحد بيتفرج طول اليوم على فيديوهات قصيرة، وإن شاء الله هنعمل فيديو عن الموضوع دوت، وتيجي تقول له اقرا كتاب 200 صفحة. يا عم 100 صفحة 50 صفحة، عقله أصلا مش هيستوعب حاجه زي كده. عقله اللي متعود على المحتوى اللي بيمشي بسرعه. يا عم ده انت ما بتلحقش حتى تعرف فكره الفيديو بتكون دخلت على فيديو جديد. فبالله عليك عقل زي دوت هتقنعه بالقراءه ازاي؟ فاحنا دلوقتي محاطين بملايين الحاجات اللي بتسحب انتباهنا، وده بيحصل طول الوقت. النتيجه يا صديقي ان دماغنا اتعودت على السرعه، اتعودت على الدوبامين السريع، اتعودت على التشتت. فلما تيجي تقعد وتقرا كتاب بتحس ان الموضوع تقيل قوي، دماغك مش مركزه ومش قادره تقاوم كميه المشتتات ديت. طب تعالى بسرعه كده اقول لك ايه الفرق بين القراءه والفيديوهات القصيره. انا عارف ان الفرق واضح بس تعالى اقول لك الفرق الجوهري. الفيديوهات القصيره بتديك متعه سريعه جدا. زي ما قلنا انت ما بتلحقش تعرف فكره الفيديو، بتكون دخلت على فيديو جديد. بس خلي بالك هي متعه سطحيه، ومخك بقى بيتعلم يتعود على السرعه ديت والتشتت. اما بقى القراءه فهي عكس كده بالظبط. القراءه بتخليك ان انت تبذل مجهود، تركز وتستوعب وتفكر، ودوت بيقوي دماغك على المدى الطويل. انت دلوقتي عرفت الفرق بين الفيديوهات القصيره والقراءه. انا عارف ان الكلام سهل، وان انا اقول لك الفرق اللي انت اصلا عارفه، وانت عارف ان القراءه مفيده اكتر من الفيديوهات القصيره، ده مش هيعمل حاجه ومش هيخليك تقرا وتبطل تتفرج على فيديوهات قصيره. فتعالى نبدا بخطوات بسيطه واقول لك ازاي تبدا القراءه. اول حاجه لازم تعملها وهو تقليل وقت الشاشه، بالذات اول نص ساعه لما تصحى. اول نص ساعه لما تصحى صديقي اكبر غلطه بنعملها ان احنا نمسك التليفون. انت حرفيا دمرت عقلك. او برضو قبل ما تنام برضو دمرت عقلك. يعني انت في الحالتين انت مدمر عقلك، ان انت تمسك التليفون اول ما تصحى او ان انت تمسك التليفون قبل ما تنام. خليك بعيد عن الموبايل تماما في الوقتين دول. طب هنستغل الوقتين دول في ايه؟ ان انت تقرا كتاب. زي ما قلت لك الفترتين دول خطر جدا ان انت تمسك التليفون، فحافظ على عقلك. ولما تيجي بقى تحافظ على عقلك تبدلها بعاده حلوه. وطبعا العاده الحلوه ان انت تقرا. انا مش بقول لك مثلا ساعه ولا ساعتين، انا بقول لك نص ساعه قبل ما تنام ونص ساعه اول ما تصحى تقرا فيهم يوميا. ولو التزمت بالكلام دوت يوميا هتلاحظ ان انت مثلا خلصت كتاب في 20 يوم بعد ما كنتش هتقدر ان انت تخلص كتاب اصلا ولا حتى في شهر. هتلاقي ان انت عملت انجاز كبير جدا انت ما كنتش تقدر تعمله بس بعاده بسيطه. لازم تعرف يا صديقي ان تعلم القراءه ديت مهاره. مش كل الناس بتعرف ان هي تقرا صح، ومش معنى ان انت خلصت كتاب معنى كده ان انت قريت كتاب. تقول لي ازاي؟ القراءه يا صديقي مش مجرد ان انت تفتح الكتاب وتفضل تبص فيه وتقرا كل الكلمات اللي فيه. القراءه ان انت تركز في كل كلمه بتقولها، تستوعب وتربط المعلومات ببعض. وخلي بالك الموضوع دوت في الفتره اللي احنا فيها اللي حكيتها لك ده موضوع صعب جدا، لان عقلك مش متعود ان هو يركز في الحاجه، ومش متعود ان هو يربط المعلومات ببعض، لان حضرتك دمرته بالفيديوهات القصيره. لان الفيديو القصير اللي انت شفته مش هيكون له علاقه بالفيديو اللي بعديه. انت عمال تدخل موضوع ورا موضوع ورا موضوع ولا واحد منهم ليه علاقه ببعض، وكلهم تافهين. فان انت تعمل حاجه زي كده صعب، وانا معاك ان الموضوع صعب، لكن لو قدرت تعمل كده وركزت وحاولت فحرفيا انت كده بتعيد تنشيط عقلك اللي انت دمرته. فحب اقولك ان القراءة ديت هي اكتر حاجة ممكن تعالج عقلك. علشان كده مهم جدا انك لما تقرأ في مكان هادي وتبعد عن كل الملهيات. مش محتاج اقولك ان اهمهم التليفون اللي انت ماسكه، وتخلي دماغك مركزة.
ايه اهمية البيئة اللي حواليك في القراءة؟ البيئة اللي حواليك يا صديقي بتأثر على قدرتك للاستيعاب. زي ما قلنا انت لازم تستوعب كل كلمة بتقولها وتفهمها وتركز فيها. فلما تكون في مكان هادي ده هيعلي من قدرتك على القراءة. المكان الهادي دوت لازم برضو يكون فيه ضوء مناسب، يعني الضوء ما يكونش عالي عشان يوجع عينك وما يكونش واطي عشان برضو هيوجع عينك. بمعنى تاني الضوء ما يكونش مشتت ليك. في البيئة ديت انت هنا هتقدر تركز وتقدر تعمل اللي احنا قلنا عليه، ان انت تعيد تشكيل عقلك. تعال ندخل في موضوع تاني وهو الربط بين العادات. القراءة عشان تحولها لعادة يومية فلازم تربطها بحاجة انت متعود عليها. مثلا بعد ما تصحى وتشرب قهوتك وتفوق اقرأ النص ساعة اللي احنا اتفقنا عليهم. ده هيخلي الموضوع اسهل مع الوقت، ان انت ربطت ان صحيانك بعد ما تشرب القهوة وراه على طول ان انت بتقرأ وانت بتشرب القهوة. فانت كده ربطت عادتين، عادة انت متعود عليها وبتحبها بعادة انت عايز تتعود عليها وتحبها، فبالتالي هتتعود عليها وتحبها وهتلاقي نفسك بتستنى اللحظة ديت كل يوم. تعال بقى ندخل في موضوع مهم جدا في الفيديو بتاعنا وهو ازاي تحارب التشتت. لان يا صديقي احب اقولك لو انت ما قدرتش ان انت تحارب التشتت فمش هتقدر ان انت تقرأ ولا هتقدر اصلا تعمل اي عادة انت عايز تعملها. احب اقولك ان الشركات الكبيرة بتصرف ملايين عشان يشتتوك، عشان يخلوا مخك دايما شغال معاهم، هم في الحاجة اللي عايزين مخك يكون متشتت معاها. وده طبيعي جدا، هو مش غلطتك. علشان كده لازم تكون واعي وتقلل زي ما قلنا من وقت الشاشة، يعني وقت قعودك على شاشات سواء التليفون او اللابتوب او ايا يكن، وتبعد عن الموبايل في اوقات معينة. زي ما حكيت لك اوعى لما تصحى تمسك التليفون، واوعى قبل ما تنام تمسك التليفون. ولو ممكن تخلي الموبايل في اوضة تانية وتقفل عليها ده برضه هيساعدك، لان كل ما صعبت موضوع ان انت توصل لحاجة معينة كل ما عقلك مش هيكون عايز ان هو يوصل لها. فلما تيجي تقرأ حاول ان انت تبعد التليفون، او مثلا تديه لمامتك تقول لها ما تدولكش تاني، او زي ما قلنا تحطه في اوضه وتقفل عليه ايا يكن. فده هيكون احسن بكتير وهيساعدك قوي. برضو من الحاجات المهمة انك لازم تكون نشط اثناء القراءة. لما تقرأ خلي معاك ورقة وقلم واكتب اي حاجة تأثر فيك وانت بتقرأ. يعني قريت حاجة ولقيت جملة أثرت فيك فاكتبها في الورقة والقلم دول. او حتى لو انت بتقرأ وجيت لك فكرة، ممكن على فكرة وانت بتقرأ تجيلك افكار جميلة جدا ممكن تأثر في حياتك. فبرضه خلي معاك ورقه وقلم، وده عامه في حياتك العمليه خلي معاك دايما ورقه وقلم عشان لما تجيلك فكره تكتبها. لان خلي بالك الافكار الجميله والجامده واللي ممكن تاثر في حياتك بتيجي لحظه وما بتجيش تاني بعديها، فانت الحقها. نرجع لموضوعنا. الكتابه اثناء القراءه ده بيخليك تتفاعل مع القراءه وتثبت المعلومه وتخلي القراءه مش مجرد ان انت بتبص للكتاب، لا احنا زي ما قلنا القراءه ديت احنا عايزين نفهم احنا بنقرا ايه ونستفيد من كل حاجه بنقراها. تعالى بقى ندخل لدور الصحاب في الموضوع دوت. لو صحابك مش بيحبوا القراءه دور على صحاب جديد. مش هقول لك سيبك منهم وركز انت مع نفسك، لا دور على صحاب بيحبوا القراءه. انا ليه بشجعك على الموضوع دوت؟ لان لو انت عندك صحاب بيحبوا القراءه فدوت هيسحبك كل ما تتخاذل. يعني كل ما يجيلك بقى اللي انت انا مش عايز اقرا تاني وبتاع وخلاص، الصحاب دول هيرجعوك تاني. تعالى بقى اقول لك فايده القراءه. قراءه الكتب يا صديقي بتديك فايده كبيره جدا. القراءه مش بس بتديك معلومه، لا كمان بتخليك تركز اكتر، تتعلم تفكير جديد وتحل مشاكلك بطريقه افضل، وكمان تحسن علاقتك بنفسك وبالناس اللي حواليك. اهم حاجه يا صديقي في كل دوت الاستمراريه. احنا من غير الاستمراريه مش هنقدر ان احنا نعمل اي حاجه، فما تستعجلش على نفسك. القراءه يا صديقي عاده بتاخد وقت ومش هتعجبك من اول مره، فحاول ان انت تصبر عليها وتديها وقتها. خلي القراءة صديقي جزء من يومك، وصدقني هتحس بفرق كبير. فده كان فيديو النهارده من فيديوهات موضوع على الماشي. ان شاء الله يكون موضوع النهارده عجبك، ولو عجبك اعمل لايك على الفيديو دوت، ولو ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. كان معاك يا صديقي يوسف علاء، سلام.